سألوها هل هو أضاءت له قصور الشام؟ قالت لهم إيه. هل هو حمله كان خفيفا؟ قالت لهم إيه. قالوا لا. هل كانت ليلى مضيئة رائحتها مسك وقت انولد وقت النزل؟ قالت له. صارت تعطيهم الصفات تبعه. هل شق صدره؟ قالت لهم إيه. كل شيء قالوا لها هل أبوه متوفي يتيم؟ لأنه من شروط النبوة إنه يكون يتيم، ونزلت فيه آية ألم يجدك يتيما فآوى. قامت هي خافت عليهم، قامت أخفت، قالت لهم لا أبو موجود، هو ابني وأبو زوجي موجود. يعني فورا هي خافت عليه، حست إنه خلص بده يصير في خطر عليه لرسول الله، وهو ابنها برضاعة بتحبه كتير. ورسول الله بغض النظر إنه ابنها برضاعة، مين ما شافه رح يحبه، لأنه رب العالمين حط محبته بقلوب الناس. إيه، قامت قالت له لا. قاموا قالوا له والله لو كان يتيما لكان هذا النبي المرسل ينهي ديننا، رح ينهي كل شيء أديان، ورح يكون الدين اللي عندنا الدين عند الله الإسلام. لأن إحنا اللي بيسمعنا من أهل الكتاب أو أهل الذمة شو بيفكروا إنه نحن المسلمين لا مو بننهي دينهم، بس نحن قرينا بكتبنا وبقرآننا إن الدين عند الله الإسلام. نحن بنآمن إنه في قبل منا سيدنا عيسى وسيدنا موسى، واللي بيكفر بهدول الأنبياء قبل منه قبل وقت كأنه كفر بسيدنا رسول الله. هدول مثله مثل رسول الله، رسائل ونبوة وكتب سماوية. وإن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا إله أن لا نشرك بالله شيئا. نحن ما بنشرك برب العالمين، ونحن رسالتنا بالأرض إنه بنآمن بكل الأديان، بس بنآمن إنه رسول الله إجا هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد أخفت عنهم أن أباه متوفى. قالوا لو كان يتيما لقلنا هذا النبي هذه الأمة وقد توفيت آمنة. وهي رايحة على يثرب، راحت على يثرب اللي هي اليوم اسمها المدينة المنورة، يا رب الله يحفظها. وعند أخواله، أي أخوال أبيه آل النجار، لتورجيه إياهم، تقوم بزيارة. وقامت وهي راجعة على الطريق توفت ستنا آمنة. وكان عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام 6 سنوات. 6 سنوات يا حبيباتي. مين طيب رجعه إذا ستنا آمنة توفت ودفنت في المدينة؟ مين رجعه لرسول الله؟ أم أيمن وهي أمة عبد الله، وهي حب رسول الله. شو يعني أمة عبد الله؟ هي اللي كانت تدير بالها عليه. يعني هلأ بما معناه إذا بتسمعوا المصرية بيقولوا الدادة بتاعنا. يعني بتكون هي من الأب للابن بتقعد بالعيلة، بتستلم العيلة كلها، بتقعد عندهم وبتلاقيها بيكبروا الأولاد وبتجوزوا وهي لساتها هي موجودة عم تدير بالها على الأولاد وعلى الأحفاد، ومدري من بتصير واحدة من العيلة. فهي كانت لأبو لرسول الله، بما أنه عبد المطلب اللي هو جد رسول الله كان هو من أشراف قريش، وكان معه مال وكان عنده نفوذ، وكان هو إنسان الله عاطيه من التجارات. فكان يجيب لأولاده ناس تدير بالها عليهم، فهي كانت لعبد الله مخصصة. لما تزوج عبد الله وآمنة راحت مع عبد الله وبقيت معه. طبعا بما أنه مات كمان عبد المطلب ومات عبد الله، بقى هي مع مين بقيت؟ مع ستنا آمنة. رجعت رسول الله وكفلته واحتضنته لعند، وصلته لعند جده عبد المطلب. كان عمره 6 سنوات لما جابته أمه أيمن من المدينة إلى مكة. وقد كفله جده عبد المطلب الذي قال إن لابني هذا شأن عظيم. كان عبد المطلب مآمن إنه ابنه هذا أو هذا الحفيد له شأن، لدرجة في قصة كانت تصير. كان عبد المطلب في له مكان بمكة. هذا المكان مثل هي القرنة لحدا يقعدها، هي إلي. هي في كتير ناس بالعوام بيقولوا هذا المكان إلي لحدا يقعده. فكان عبد المطلب يقعد هو وأحفاده وأولاده كلياتهم يقعدوا ويلتفتوا حواليه. وكان رسول الله يقعد. ففي مرة من المرات إجا رسول الله، كان طفل صغير عمره 6 سنوات، إجا وركض وقعد بدال جده. وقاموا الرقيق والعبيد اللي هنيك خافوا، خشوا من غضب عبد المطلب، ركضوا. اجوا بدهم يقيموا ويحطوا يتركوا له المكان خالي لعبد المطلب. قام وقت اجى سيد عبد المطلب، وفينا نقول مثلا جده رسول الله، كل ما بنقول جده لحتى دائما نتذكر انه هو جده حبنا ورسولنا، اللهم صل عليه. قام قال لهم اتركوا ابني هذا فإن له شأن عظيم. اتركوه يقعد وين ما بده، هذا له مكان، هذا وين ما بيروح بيقعد. وقد توفي جده وكان عمر رسول الله 8 سنوات. فأوصى عمه أبو طالب.
هو أوصى عمه أبو طالب رغم إنه كان بقية عمامه متقدرين ومعهم وأوضاعهم المادية أحسن بكتير، مثل أبو جهل وأبو لهب كان وضعهم المادي جدا مقتدر، كانوا من أشراف قريش وهن اللي حاربوه أساسا وقت انفزوا وقت طلع بالدعوة الإسلامية ونزلت عليه، هن اللي حاربوه، أبو جهل وأبو لهب. بس أبو طالب كان أحسنهم خلقا، فلهيك مين انتخبوا؟ هلا كل أب بيعرف أولاده وكل أم بتعرف أولادها، فانتخبوا عبد المطلب وحطوا لابنه هذا أبو طالب، وقال له إنه هو أمانة عندك وهو في كفالتك. فأوصى عمه أن يكفله رغم أنه كان أفقرهم، كان أفقر من كل إخواته. سبحان الله، الدنيا أرزاق، أحيانا أخين، واحد معه مال كتير وواحد عنده علم وإخلاق، واحد الله عاطيه